أعزائي مشاهدي متابعي مصر تايمز في كل مكان، أهلا ومرحبا معكم أحمد فؤاد بث قلوبية في بث مباشر جديد. النهارده معانا نموذج جميل جدا من الستات المصريات. أم عمر بقى لها 15 سنة في مهنة بتعمل الكنافة وواقفة قدام الفرن الكنافة وبتعمل كنافة وبتلمها وشغالة وارثة المهنة أبا عن جدا في محافظة القليوبية. وزي ما انتم شايفين معانا نموذج مشرف جدا. ام عمر هتعرفنا النهارده ازاي عملت الصنعه اللي هي الشغلانه اللي هي المتعبه اللي بتاعت الرجال ديت هي بتشتغلها، وبتحط العجين في قلب القدوس بتاع الكنافه وبتلم الكنافه وتحطها وتعملها بطريقه معينه. النهارده هنعرف كل حاجه عن قصه كفاح ام عمر وشغل الكنافه. بتقف اكتر من 12 ساعه على رجليها طول النهار علشان تعمل الكنافه وتقدمها للناس في شهر رمضان المبارك. مساء الخير، اتعرف بيكي. ازيك يا ام عمر، عامله ايه؟ ام عمر انت النهارده كده شايفينك وانت بتعملي الكنافه وبتصبي العجين وبتطلعي حاجات جميله شكلها جميل كده من الكنافه وبتاع. عرفينا بقى انت بقالك قد ايه في المهنه دي؟ احنا المهنه ديت وراثه في العيله كلها شغاله كنافه وحاجات من دي، فاحنا طالعين صنعه ابا عن جد. ورثها ابا عن جدا. ايوه. بقالك قد ايه في المهنه دي؟ يعني هو 15 سنه. 15 سنه في المهنه بتشتغلي بالكنافه وبتعملي كنافه ورقاق وقطايف كل حاجه شغالين فيها. ولكن انا شايفك بس الكنافه انت بتعرفي تعمليها، انت مش شايفه ان الشغله ديت بتاعت الرجال اكتر؟ لا، ما هو والدي معودنا كده ان احنا طالعين زينا زي الرجال. معودك ان انتوا تعملوا كنافه وتعملوها. بيعودنا ان احنا معلمنا على كل حاجه، كل الصنعه بتاعته كلها احنا متعودين عليها ومتعلمينها. طيب انت يعني بتشتغلي كام ساعه في اليوم يا ام عمر؟ يعني بنيجي مثلا الساعه 8 بنمشي مثلا على الساعه 8 بالليل 9 على حسب السوق. طب يعني اشرحي لنا بقى ايه الادوات اللي موجوده عندك ديت ازاي وبتتعاملي معاها ازاي؟ هو الدقيق والميه بس والملح. يعني لا انت الاول بتجيبي العجين. ايوه. وبتطلعي تحطيه وتحطيه فين؟ بنطلع نحطه في القالوب اللي فوق ده وبعد كده بننزل بقى في المشط اللي هو بينزل الكنافه كده. وننزل على الصينيه زي ما انت شايف كده. انت شايفه كنت بتعملي حاجه على الصينيه كده. ايوه، بنمسحها كده بحته سمنه عشان الكنافه ما تلزقش. بتمسحيها بايه؟ بحته سمنه. حته سمنه. علشان تطلع كنافه طريه وكويسه. تطلع طريه وما تلزقش في الصينيه. طب ورينا كده بقى بتعملي ايه كده. ورينا كده، تعالي انت كده. ماشي. خلي وشك للكاميرا يعني تشيليها بقى وتحطيها عندك. تمام. بتاخد سوا قد ايه بقى؟ الوقت بتاعها بتاخد سوا قد ايه؟ ما بتكملش 3 دقايق. 3 دقايق قبل السير ده ما يلف؟ قبل ما تلف هي بتلف. تمام. دي اسمها كنافه ايه بقى؟ دي كنافه ايه؟ كنافه آلي. دي الناس بتطلبها كتير ولا اليدوي اللي احسن؟ لا، دي اللي شغاله اكتر من اليدوي، اليدوي شغاله في رمضان بس، لكن دي شغاله طول السنه. طب انواع كنافه ايه بقى؟ في يدوي وفي الآلي وفي النابلسي. بس هم دول انواع الكنافه اللي موجوده. والحاجات دي بتجيب الالوان. الحاجات دي موجوده عندك برضه؟ ايوه بنعملها. انما انت الاساسي اللي موجود دلوقتي الكنافه العاديه. الكنافه العاديه. انا شايف في كنافه هنا كده. ايوه، دي بتبقى مثلا دوائر الكنافه، في ناس بتاخدها يقول لك مثلا عايزين حته كنافه بايته عايزين نحطها في الفريزر عشان تطلع تبقى معانا زي كده، بدل ما ياخدوها يفركوها يعني وتاخد وقت معاهم، فبيقوموا جايين يقولوا عايزين حته كنافه ناشفه، يقوموا جايين واخدينها زي كده ويقوموا محمصينها على البوتاجاز، يقوموا حاطينها في الصينيه ومدخلينها الفرن، بس ما بتاخدش معاهم يعني بيبقى ليها ميزه. ايوه غير الكنافه الثانيه.
لا هياها بس هي بياخدوها يعملوها صوابع رول، يعملوها ورده كده، لكن دي بياخدوها يعملوها صينيه عشان تقطع معاهم تبقى سهله في التقطيع في الصواني بتاعتها. تمام، يعني دي تختلف عن دي بس لها طلب ودي لها طلب. ايوه. طيب الانواع الكنافه في انواع ثانيه ولا لا هي؟ هي الكنافه الآلي والكنافه البلدي والكنافه نابلسي. النابلسي دي اللي هي بالالوان، بنعملها بالمانجا، بنعملها بالشوكولاته، بالفراوله، الوانات بقى بتبقى ملونه بس. تمام. طيب سعر الكنافه يتراوح الكيلو ما بين كام وكام؟ احنا عندنا مثلا الكنافه بنبيع كيلو ب 25، تراوح اللي مثلا هي بين 25 27 كده على حسب الدقيق. على حسب الدين. في انواع ثانيه عندك؟ يعني في لا هي حاجات ثانيه؟ الكنافه بس، في بقى رقاق وفي قطايف والحاجات التانيه. ايه الانواع اللي موجوده عندك بقى؟ عندي دلوقتي في كنافه ايه؟ يعني انت برضو بتشتغلي جوه وبتطلعي ايوه بنقف نبيع على وبتطلعي تبيعي. ايوه. طيب انت دلوقتي الكنافه عندك وعندك مشهورين هنا بالكنافه الآلي وبالجلاش البلدي. تمام، ده الجلاش البلدي. ده الجلاش البلدي. وايه تاني؟ وعندنا رق طري رقاق طري. بيبقى عامل زي كده ده استخدامه ايه؟ او كده. ده استخدامه ايه؟ دوت بيتعمل صينيه، بدل ما ياخدوا الناشف يعملوه بشوربه وكده، بياخدوا الرقاق دوت بيعملوه زي الجلاش، بيحطوه في الصينيه ويحطوا اللحمه المفرومه وبيتسقي كوبايه لبن بس من على الوش كده. تمام. هو ده طريقه استخدامه. وايه تاني عندك؟ وعندنا القطايف. قطايف انواع ولا؟ القطايف لا هي نوع واحد. نوع واحد. وايه تاني؟ وعندنا سمبوسه. فين السمبوسه دي؟ دي سمبوسه. دي السمبوسه تستخدم في ايه السمبوسه دي بقى؟ بيحشوها لحمه مفرومه ويقلوها في الزيت جنب الاكل. طيب دلوقتي عايزين نعرف الساده المشاهدين، بيسالوا الساده المتابعين ازاي تقدري تحفظي، انت قلتي ان احنا نقدر نحفظ الكنافه من السنه للسنه، تحفظيها ازاي الكنافه لمده سنه؟ عايزين الساده المشاهدين بياخدوها بيحطوها في الفريزر، بيربطوا بس الكيس، اهم حاجه يكون الكيس مش داخله تهويه، بيشيلوا منه الهواء ويقوموا حاطينه في الفريزر، بتقعد معاه للسنه هو او الجلاش. جلاش والكنافه نفس الشكل. طب القطايف لا لازم تتقفل وتتعمل متقفله في الفريزر. تتعمل متقفله ازاي؟ متقفله يعني بيحشوها مكسرات، تحشيها العجوه، تحشيها ملبن، وهم مقفلينها وحاطينها في كيس وحاطينها في الفريزر. تقعد برضه معاهم من السنه للسنه، ممكن لرمضان الجاي. ايوه تقعد من تمام. انا شايف في حاجه تاني. دوت كريب وده سوري. ده السوري وده كريب. وده كريب. ايوه. وده سوري. ده استخداماته ايه بقى؟ السوري بقى بياخدوه يعملوا سندوتشات زي بره كده، يحطوا بقى شاورما، يعملوا بطاطس كده، يقوموا قاسمينه من الجناب ويقوموا لافين السوري، وبعد كده يقوموا حاطينه في الجريل يا في الفرن، وبيعملوها سندوتشات بدل الجاهز. الكريب بيتلف 7 لانه بيبقى في قلبيه استخدامات، في قلبيه لبن وبيض. بيتلف زي سندوتش 7 كده ويتحشي اللحمه المفرومه برضه والحاجه اللي هم عايزينها. طيب انت المواطنين بقى لو عايزه تنصحيهم، يعني لو ممكن يعملوا الكنافه او القطايف في البيت؟ لا هي ما ينفعش تعمل في البيت. ما ينفعش، يعني انا لان لها حاجات، المهنه لها حاجات معينه، حاجات معينه تحط في قلبيه، لازم لا ما ينفعش انها تتعمل في البيت طبعا. انما هي انت بتاعت البيت عمرها ما تطلع زي بتاعت بره. عمرها ما تطلع زيها. بتبقى صنعه اجداد وكده، كل صنعه ولها. ومش هيبقى لها الالات اللي هي تشتغل بيها في البيت. تمام. طيب انت عندك حاجه ثانيه؟ انا شايف عندنا رقاق ناشف. ده رقاق ناشف بلدي. ده البلدي بيتعمل على الايد. تمام. ده بيستخدموه في ايه بقى؟ ده الرقاق دوت بيمسكوه بيقلوه بالشوربه، وبعد كده بيحشوا لحمه مفرومه وبيعملوه في صينيه. طب الحاجات دي في شهر رمضان بتبقى مطلوبه، ايه اللي مطلوب اكتر عندك في شهر رمضان؟ ايه اللي عليه اقبال من المواطنين في شهر رمضان؟ كل حاجه شغاله في شهر رمضان. يعني نقول الكنافه القطايف اللي بتبقى شغاله اكتر علشان مش طول السنه. تمام. طيب هي كنافه ليها اسماء معينه ولا هي اسم معين؟ لا هي في كنافه عادي، وفي كنافه بالحليب، وفي كنافه نابلسي، وفي كنافه بلدي، بس هي دي الكنافه اللي موجوده. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان الكنافه الآلي بتبقى شعرتها رفيعه كده. تمام. الكنافه البلدي بتبقى تخينه شويه. بس الكنافه النابلسي بقى بتبقى الوان ملونه. ايوه الوان. انما في الاستخدام كل واحد. كل استخداماتهم واحد. تمام. يعني الاقبال الشديد اللي في شهر رمضان على القطايف. ايوه على القطايف، وايوه كل حاجه عليها شغل يعني. وفي عندنا عيش ماك اللي هو بتاع البرجر. تعالى اوريك حضرتك. تعالى اوريك حضرتك. طب تعالي يا ام وده برضه بيبقى ليه استخدام. ايوه عيش ماك بتاع البرجر. بيعملوا البرجر كده. ده رق طري. ده رق طري بلدي. بياخدوه برضه ده غير ده.
ده طري قايم. ده طري قايم. ورقته رفيعه زي الرقاق كده، زي الجلاش، لكن ده بلدي ورقته بتبقى تخينه شويه. طب تعالى. أعزائي المشاهدين متابعي مصر تايمز في كل مكان، النهارده كنا مع ست أم عمر بقالها 15 سنة في المهنة. عرفتنا أيضا جميع أنواع الكنافة والقطايف بتاعت شهر رمضان المبارك، وعرفتنا الأسامي والأنواع الكنافة والقطايف وأيضا طرق استخدامها. وقالت معلومة جميلة جدا، قالت إنها عندي طريقة إزاي تحفظي الكنافة من العام للعام في البيت عندك، وعرفتنا كل دوت في هذا المكان اللي هي بتشتغل فيه. بتعمل كنافة بالآلي، وبتعمل عندها برضو الحاجات الإضافات اللي هي عندها زي السمبوسة وزي الجلاش والحاجات بتاع شهر رمضان المبارك. أعزائي المشاهدين ومتابعي مصر تايمز في كل مكان، كان معكم أحمد فان فصل بيه، وإلى اللقاء في بث مباشر جديد من مصر تايمز.